تخيل كده كاميرا بتصور اسرع من عينيك، وبتعرف مين الشخص الاساسي لوحدها، وبتشوف الصوره النهائيه قبل ما تضغط شطر. والغريب ان الكاميرا دي ما فيهاش مرايه اصلا. ازاي وليه كل الشركات اتجهت للميرورلس؟ ودي تعتبر اهم خطوه في تاريخ الكاميرات بعد الدي سي ال ار. لكن مع تطور السرعه والفيديو، النظام ده بقى عبء اكتر ما هو ميزه. فالشركات سالت نفسها السؤال الخطير: هو احنا محتاجين مرايه اصلا؟ المرايه كانت سبب مشاكل كتير: اهتزاز وقت التصوير، صوت عالي، حجم ووزن كبير جدا، صعوبه تطوير الاوتو فوكس، قيود كبيره في الفيديو. يعني المرايه كانت عبقريه وقتها، بس بقت عائق مع التطور. الفكره في الميرورلس ان السنسور شغال 100% من الوقت، اوتو فوكس مباشر من السنسور، قياس اضاءه ادق، سرعه استجابه اعلى، تصوير صامت تماما. يعني الكاميرا بقت شايفه طول الوقت. قبل كده كان الاوتو فوكس منفصل، نقاط محدوده واخطاء كتير. دلوقتي بقى فيه فيس ديتكشن زائد كونتراست ديتكشن، ونقاط تغطي معظم السنسور، وتتبع عين في الصوره والفيديو. الكاميرا ما بقتش بس تركز، دي بقت بتفهم انت بتصور ايه. الاي في اس مش شاشه، دي معاينه للمستقبل. الفيو فايندر الالكتروني مش رفاهيه، انت شايف التعريض الحقيقي والالوان النهائيه، تاثير البريست او ال يو تي، حتى الخطا قبل ما يحصل انت شايف. يعني ببساطه اللي هتشوفه هو اللي هيتصور، وده قلل نسبه الخطا وسرع تعليم اي مبتدئ. ليه الميرورلس كسرت الدنيا في الفيديو؟ لانها اتبنت من الاول بعقليه سينما، اوتو فوكس مستمر، التراكنج اثناء الحركه، اي بي اي اس تثبيت داخلي، لوج بروفايلز، 10 بت كلر، رولينج شطر اقل. وده اللي خلى صناع المحتوى والافلام المستقله يسيبوا الكاميرات السينمائيه الثقيله ويروحوا للميرورلس. وطبعا ما ننساش حرب الشركات اللي بداوا الميرورلس. سوني دخلت بدري وسيطروا على السوق، فوجي ركزت على الالوان وتجربه التصوير واحساس الفيلم، باناسونيك قالت احنا فيديو بس، نيكون وكانون اتاخروا بس لما دخلوا قلبوا الموازين لما فهموا اللعبه صح. السؤال هنا: هل الميرورلس احسن لكل الناس؟ الشغل التجاري حسب الاستخدام. للمبتدئين لانها تسهل عليهم حاجات كتير. للفيديو بقوه. يعني اختيار الميرورلس مش موضه، لكن اختيار منطقي على حسب احتياجك. الميرورلس مش مجرد كاميرا من غير مرايه، دي فلسفه جديده في عالم التصوير، فلسفه الذكاء والسرعه والتحكم الكامل. ومن هنا الصوره دخلت مرحله جديده، مرحله بقت فيها التكنولوجيا شريك اساسي في الابداع. وفي الحلقه الجايه هنشوف الكاميرا لما دخلت الموبايل، ونعرف الفرق ما بينها وبين الكاميرا الديجيتال، لان في ناس كتير بتفضل كاميرا الموبايل عن الكاميرا الديجيتال. سلام.